مره برضه سامع يقول لك ايه، نادي الزمالك تاني نادي في العالم او ثالث نادي في العالم خد ضربات جزاء. يا جامد يا ولد، ايه يا عم ده؟ يعني معنى كده التصور اللي بعض المواقع بتكتبه او هو يعني ايه خد ضربات جزاء؟ هو ضربات الجزاء دي مش جزء منها قانون كرة القدم؟ يا راجل يا راجل، ده انا عملت لك حسابات السنه اللي فاتت واللي قبليها، اقل فريق اتحسب عليه ضربات جزاء واقل فريق اتطرد منه لعيبه واكتر فريق اتحسب له ضربات جزاء ليه كان الزمالك الخامس والسادس، وكان في فرق تانية خدت كل حاجه واتحسب لها كل حاجه. يا راجل ده انتوا اول نادي في العالم يقول ان تقنيه الفار بتغلط في التسلل، اول نادي في العالم يقول على 4 أو 5 العاب تقنيه الفار غلطت لان الحكم ما عرفش يحط النقطه، اللي احنا لو جبنا عيل عنده 4 سنين قعدنا نمرنه شهر كل يوم نقول له حط النقطه هنا حط النقطه هنا يعرف يحط النقطه. حتى الحكام الدوليين الجامدين نمره 1 في الفار على مستوى افريقيا زي محمود عاشور طلعتوه ما بيفهمش حاجه عشان انت دماغك عايزه تحسب الكوره فاركو مش تسلل وجون وبيبسي ده وجون، وغصب عنكم وغصب عن محمود عاشور وغصب عن لجنه الحكام وغصب عن اي حد وغصب عن تقنيه الفار نفسها. ايه ده؟ وايه اللي بيحصل ده؟